اخرج كفارة الصيام لو انا هفطر في شهر رمضان، هفطره كله او هفطر جزء منه، انا مريضة مثلا او حد كان حامل او بترضع او الدكتور اللي لازم يقولك تفطري لازم دكتور يكون دكتور مسلم، وهو اللي يقولك افطري، يعني ما تفطريش من نفسك ابدا، لازم دكتور يقرر الكلام ده. دي نمرة واحد. امتى اطلع بقى قيمة الافطار؟ بعد مغرب اول يوم في رمضان. طيب هل ان انا اطلع المبلغ كله على بعضه لو انا هطلع فلوس، هطلع ال30 يوم ولا هطلع يوم ويوم كل يوم؟ برضو ده صح وده صح. يعني لو انت عايزة تخرجي كل يوم مثلا 20 جنيه، انا مش عارفة السنة دي المقدار كام، ممكن يعني هسأل في دار الافتاء. لو انا هطلع مثلا عن اليوم 20 جنيه، فعن الشهر كله مثلا هيبقى 600 جنيه. عايزة اطلع 600 جنيه مرة واحدة، صح. عايزة اطلعهم لشخص واحد، صح. عايزة اطلعهم لثلاث اشخاص مثلا، برضو صح. طيب عايزة اخرج اكل، انا ما عنديش مقدرة ان انا اطلع فلوس، لكن ممكن من الاكل اللي انا طبخاه اطلع طبق، يعني زي ما انا هاكل، يعني مثلا رز وخضار مثلا، ولو انا هاكل حتة لحمة هحط برضو حتة لحمة في الطبق. وادي بقى لحد مثلا اديه لحد يفطر بيه، برضو صح. ده قيمة الافطار. بس هو يعني هم اختلفوا فيه، في ناس قالوا فطار وسحور وفي ناس قالوا فطار. انا بحب اخد بالاحوط ان احنا نطلع فطار وسحور عن كل يوم باذن الله. شفى الله وعافى كل مريض ومن عليكم كلكم بالصحة والعافية يا رب. والله اعلم.